صفحة عمليات التداول اللي بيديني تفاصيل كاملة عن كل العمليات اللي أنا قمت بيها في رحلتي الاستثمارية، من حيث عدد الشركات اللي أنا اشتريت وبعت فيها، إجمالي رصيد الأسهم بتاعتي، إجمالي الأرباح اللي أنا كسبتها من عمليات التداول بتاعتي دي. طيب، هنا تقريبا التقرير ده شبه التقرير اللي احنا شفناه في الصفحة الرئيسية، مع زيادة حاجة مهمة جدا، متوسط السعر بتاعي أو السعر المتوسط اللي أنا بقيم بيه الأسهم بتاعتي. يعني طبعا احنا عارفين كلنا ان انا لما بشتري سهم على سعر وبعد كده اشتريته على سعر تاني، فبيتحسب لي متوسط السعر الجديد، طبعا بعد اضافة المصاريف. زي ما احنا فاهمين كلنا الموضوع بيبقى حاصل ازاي. التطبيق ده بيحسب ده اوتوماتيك بناء على العمليات كلها اللي انت بتسجلها، علشان يقدر يحدد لك السهم ده انت كنت شاريه بكام قبل كده وبعد كده اشتريته بكام وهكذا. طيب، خلينا نجرب مثلا في سهم نكونوا اشترينا فيه اكتر من مرة، فبيبقى واضح هنا ان انا بشتري السهم ده على سعر وبعته على سعر، وبعد كده اشتريته تاني وبعت واشتريت وبعت واشتريت وبعت. ولو في سهم أنا اشتريت منه كذا مرة بأسعار مختلفة، بيبدأ التطبيق بيحسب لي متوسط السعر بتاعه، علشان أبقى عارف بالظبط أنا عملياتي عاملة إزاي ومكاسبي فيها عاملة إزاي. وطبعا أي عملية لو أنا عملتها بالغلط أو حاجة وحابب إن أنا أحذفها، فبقدر أحذفها بسهولة. ولو في أي غلط في المعلومات اللي أنا حطيته وحبيت أعمل تعديل، فبقدر أعمل تعديل. وزي ما شفنا كده، أنا ممكن أشوف كل عمليات الشراء بتاعتي أو البيع بتاعي، علشان لو أنا عايز أتابع حاجة معينة أو أنا أشوف الأرصدة بتاعتي أو إجمالي الأرباح بتاعتي عاملة إزاي. وطبعا ده أنا ممكن أعمله في خلال فترة معينة أو في خلال المدة كلها، زي ما أنا عايز. بيبدأ يحدد المدة اللي أنا محتاجها، فبيجيب لي العمليات اللي أنا عملتها في خلال المدة دي بس. وطبعا لو أنا عايز أحدد العمليات دي لسهم معين، فبقدر أحدد ده بسهولة، علشان لو أنا عايز أعرف وضع سهم معين في فترة معينة كان عامل إزاي. وده مثال مثلا على الفكرة اللي أنا كنت بقول عليها، إن السهم ده اشتريته ب39.5 وبعد كده بقى ب39. فمتوسط السعر بيتغير مع تغيير أو عملية الشراء الجديدة بالسعر الجديد. وطبعا كل ما بتشتري بسعر أقل، متوسط السعر بيتغير معاك لغاية لما بيجي الوقت اللي تاخد فيه قرار إن أنت تبيع، عشان تقدر تحقق فيه المكاسب اللي أنت حابب توصل لها. وطبعا كل ده الابليكيشن بيقدر يقدمه لك بالتفاصيل، بالهيستوري ده كله، علشان تعرف انت كنت اخدت قرارات صح ولا غلط، لان بناء عليها هتعرف انت المفروض تعمل ايه بعد كده. لو انت مش عارف او بتتعامل بشكل تلقائي او من غير ما تبقى دارس كويس الخطوات بتاعتك، هتلاقي نفسك عندك مشاكل كتير، بتخسر كتير، مش عارف اللي انت عملته ده صح ولا غلط. هو اللي انا عملته طيب ده صح ولا غلط؟ مفيش حاجة غالبا بتقدر تديلك المعلومة دي، سواء في التطبيقات بتاعة الشركات بتاعة التداول أو شيت إكسل أو أي حاجة تانية. ما أعتقدش، لأن أنا دورت كتير على حاجة تديني السيرفيس دي، اللي أنا أقدر أبقى عارف كويس أوي أنا وضعي إيه. بس ملقتش. بس يعني إحنا بنقدم لكم من خلال التطبيق ده كل التفاصيل الممكنة اللي يكون أي متداول ممكن يكون محتاجها، علشان يقدر ينفذ استراتيجيته اللي هو حابب يكمل بيها التداول بتاعته في البورصة. أتمنى إن يكون اللي انتوا شفتوه ده يكون مفيد ليكم. احنا مستنيينكم تكلمونا علشان تقدر تجرب بنفسك
وتضيف كل عملياتك وتقدر تشوف. الجميل في الموضوع إن إحنا بنقدم شهر مجاني لأي حد حابب إن هو يجرب معانا. هنحط لكم رقم تليفون واتساب اللي نقدر نتواصل من خلاله. ولو عندك أي أسئلة عايز تسألها أو تستفسر عن أي حاجة، عايز تجرب بنفسك، حضرتك هتشرفنا. هنبعت لك اكونت، حساب تجريبي لمدة شهر تقدر تجرب بيه وتجرب كل الفيتشر وكل الإمكانيات اللي موجودة جوه التطبيق. وهنستنى من حضرتك في نهاية الشهر ده إن أنت تدينا فيدباك أو رأيك في اللي أنت شفته، ايه التقصير اللي موجود عندنا ومحتاجين ان احنا نزوده او نشتغل عليه، او ان انت تكون استمتعت فعلا بالتجربة بتاعتك دي وحابب تكمل معانا. واللي احنا عايزين نقوله ان الاشتراك الشهري بتاع التطبيق ده اشتراك رمزي جدا، يعني حاجة لا تذكر، علشان احنا بنحاول ان احنا نساعد اكبر عدد ممكن من الناس المتداولة في البورصة ان هي تبقى قادرة تمانج او تدير استثماراتها بشكل كويس، وتقدر تحقق مكاسب كويسة وتقدر تستفيد بشكل كبير من عملياتها في البورصة. شكرا لمتابعتكم معانا.